يا صباح الفل، يا صباح الخير، يا صباح الهنا. صباحكم زي الفل. شوفوا هنعمل النهاردة الفطير المشلتت المورق الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا الطبقات، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الروعة. بصوا، حاجة كده تفتح النفس. توريقة بقى وما اقولكيش، مقرمش من بره وحاجة تحفة، مع العسل الاسود بالطحينة اللذيذ والجبنة القديمة. يا جماله يا جماله. عملت كده فطيرتين طريين وحلوين، وادي الفطير الصغير الجميل ومقرمش وتحفة. تعالي نسمع القرمشة. بصوا القرمشة، سامعين؟ حاجة كده في منتهى الروعة جدا جدا. شوفوا رقية ازاي، وشوفوا الطبقات، بسم الله ما شاء الله. حاجة كده ايه في منتهى الروعة. بصوا، يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت 3 كيلو من الدقيق، نوعية تكون كويسة وفيها عرق. تمام، انا دخلت الدقيق كويس. هحط عليه ذرة من الملح، حوالي معلقة، وهجيب كمان 3 معالق من السكر. على كل كيلو معلقة سكر. تمام، ونقلب كده السكر والملح مع ال3 كيلو دقيق، نقلبهم كويس جدا جدا. لو اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي، انا اسمي اميرة المسلماني، ودي قناتي. ما تنسيش تدعمينا باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. طبعا انا بحط المية على كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. نوع الدقيق ده يعني بالظبط اخد ال3 كيلو اخدوا مني لتر ميه الا شويه صغيرين، الا كوبايه كده. طبعا كل نوع زي ما قلت لكم بيختلف. طبعا انتي بتحطي شويه بشويه كده من الميه، وبتقلبي لغايه ما تبقى معاكي العجينه جاهزه. شوفوا انا بقلب كده واحده واحده، مش راضي اقطع الفيديو ولا حاجه علشان نبقى مع بعض واحده واحده. اهو بصي، برضو بحط شويه بشويه وبقلب لغايه ما الدقيق بتاعنا يختفي خالص. اهو بصي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو نعجن. اهم حاجه بقى في الفطير المشلتت ان احنا نعجن الفطير المشلتت كويس جدا جدا. انا عجنتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني بصي يعني قعدت تقريبا حوالي نص ساعة اعجن فيها. عجنت شوية وريحت العجينة، ورجعت برضو عجنت فيها شوية، لان الفطير المشلتت اهم حاجة فيها العجن. يعني بعد ما سبتها ارتاحت حوالي ربع ساعة، رجعت كده عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنبدأ بقى نقطعها. طبعا تقطعيها، شوفي على حسب التقطيعة بتاعتك. انتي عايزة الفطيرة مشلتتة كبيرة اوكي، عايزاها صغيرة شوية قطعيها انا بعمل الكيلو 3 فطيرات كبار، ولو عايزاها صغيرة شوية تعمليهم 4 فطيرات مشلتتة. طبعا انا سبت العجينة ترتاح حوالي نص ساعة او ساعة. لو عندك وقت سيبيها ترتاح ساعة. بدأت افرد بقى في العجينة. تحطي بقى سمنة. طبعا انا كنت حاطة السمنة البلدي وشوية زيت عليها عشان افرد بيهم. طبعا هم اخدوا مني الزبدة حوالي 3 كوبايات، وانا حطيت عليهم ال3 كوبايات، حطيت عليهم 2 كوبايات زيت. عايزة تفردي بزيت لوحده اوكي، عايزة تفردي بسمنة بلدي لوحدها مفيش مشكلة، زي ما تحبي. في طبعا لو انتي عندك في السمنة اللي بيجيبوها او الزبدة المارجرين بتفردي وتورقي بيها، بس انا ورقت بالسمنة البلدي والزيت، شوية زيت عليها. تفرديها بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس تكون العجينة مرتاحة معاكي عشان تفرديها كويس. طبعا عايزة تفرديها بايديكي اوكي، عايزة تفرديها برضو بالنشابة او باي حاجة انت بتفردي بيها. فردتها طبعا كده، ولو اتقطعت عادي مفيش مشكلة. او الواحدة اللي فردناها قبل كده بتحطيها جواها، يعني واحدة تفرديها وتقلبيها بالشكل ده، وترجعي تحطيها في قلبها وتقفلي عليها بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده.
يعني انا قفلت 3 في قلب بعض، دي تاني واحدة هقفل واحدة كمان عليهم. قفلت 2 اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادي واحدة وادي واحدة، وهي لسه هحط عليها واحدة كمان اهي. نبدأ بقى ايه نحطها على التانية في قلب التانية. جارتي الجميلة القمر كانت بتساعدني طبعا، حبيبة قلبي الغالية. يلا بنقفل مع بعض كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كانت بتساعدني وعملنا الفطير مع بعض، فطير المشلتت، وكنت مبسوطة ان هي موجودة معايا. هنفرد كمان واحدة كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بفرد كده ايه بالشكل ده. فيه طبعا بيفردوا بايديهم، بتفردي زي ما انت عايزة، افرديها بالشكل اللي انت تحبيه واللي انت عايزة تفردي بيه. طبعا انا اهو انا حطيت باقي الفطير حطيته في السمنه البلدي كده زي ما انتوا شايفينه كده، يعني علشان ايه وشه ما ينشفش، يفضل الوش بتاعه كده ما يقشرش، ويبقى ايه مفيش مشكله سهل في الفرد. واحده تانية عليها. يعني انا عملت شويه كده وعملت كده ايه ما بدأ الوش هيقشر. حتى لو انا مغطياه برضو ايه بكل خطواته، يعني برضو بحس ان هو الوش بيقشر، فببدأ احطه في الزبدة علشان اما اخلص شوية. يعني انا عامله 3 مش كبار، 3 وحدات كبار عشان ما ينشفش وشه. بنفرد بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقفل برضو عليها واحدة كمان. دي اللي كنت مقفلاها قبل كده، هقفل اهي التقفيل عليها. معاكم شويه كده من السمنه او الزبده وتقفلي الفطيره بتاعتك. ايه دي التانية، دي التانية ولا التالتة مش فاكرة. وادي الفطير بقى كده جاهز معانا. انا عملتهم 9 فطيرات، وعملت كل كيلو عملت 3 بقوا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا سبتهم طبعا برضو ارتاحوا حوالي نص ساعة، وبدأت بقى افرد فيهم كده في الصينية بالشكل الجميل القمر اللي انتوا شايفينه ده. نبدأ بقى نفرد الفطير المشلتت عشان نخبزه. طبعا اهو فردتها، وطبعا انا كنت مسخنة الفرن على درجة 200 علشان انا عايزة الفطير المشلتت يتخبز في نار حامية، ما يتخبز في فرن متوسطة، لازم النار بتاعته تكون حامية اهو. وادي فطيرة كمان فردناها معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا نحط بقى الفطير المشلتت الجميل بتاعنا ده، نحطه في الفرن، ونكون طبعا مسخنين على الدرجة العالية على 200 زي ما قلت لكم. يلا بينا. وادي بسم الله ما شاء الله الفطير بتاعنا طالع من الفرن، شكله تحفة، شكله حلو جدا جدا جدا. شوفوا ما شاء الله شكله حكاية. شوفي احلى من بتاع المخابز بكتير بكتير. بصي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله على الخبيز الجميل القمر والمشلتت الحلو. اوعى وشك. شوفوا القرمشه بسم الله ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الروعه. نشوفوا كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم. نشوفوا التوريقه بقى بتاعت الايه الفطير المشلتت ما شاء الله. بصوا توريقه وحاجه في منتهى الروعه ما شاء الله، حلوه قوي قوي قوي. بصوا طبقات، وشوفوا كمان حلو جدا. دول صغيرين شوية علشان كده مقرمشين. تعالوا بقى اوريلكم الفطير الطري الكبيرة شوية. دول طبعا كبرتهم شوية، عملت 2 كبار والباقي كلهم ايه صغيرين بالشكل اللي انتوا شفتوه. بصي ما شاء الله، عشان دي تعتبر فطيرتين في قلب بعض. شوفي ما شاء الله مورقة وطعمها تحفة. دي بقى طرية، وكنت مكتره لها طبعا الزبدة شوية، كترت لها شوية علشان تبقى طرية بالشكل ده. شوفي ما شاء الله تحفة. حضرت الجبنة القديمة اللذيذة، وحضرت كمان الجبنة الرومي،
والعسل الاسود اللي بالطحينة وخيار بقى وجبنة بيضة، حاجة كده بصي حاجة تفتح النفس. بصي دي بقى ايه، حاجة كده جميلة وحاجة طرية وحاجة رقيقة جدا ورقيقة. شوفوا احلى حاجة، انا بحب العسل بالطحينة بيبقى طعمه تحفة. عسل اسود وعليه طحينة، وادي الجبنة القديمة وجبنة بيضة وخيار جبنة رومي. يلا حضري بقى ايه الفطير الجميل المشلتت اللي انتوا شايفينه ده. بصي في منتهى الروعة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة مع أميرة المسلماني. مع السلامة.